بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله يا بنات هنعمل مع بعض طريقه المكرونه المبكبكه. هنعملها بطريقه سهله جدا جدا واقتصاديه وفي نفس الوقت باقل المكونات. ان شاء الله هتحصلوا على نتيجه هايله، حتى لو اول مره هتعمليها ان شاء الله هتعمليها بطريقه احترافيه. تابع معايا الفيديو للاخر وشوفي الطريقه والخطوات مشت ازاي. اول حاجه عندي حله على النار نزلها فيها بمعلقه من السمنه ومعلقه من الزيت. انا ما بحبش اكتر المواد الدهنيه وخاصه مع المكرونه المبكبكه لان هنحط فيها قطع فراخ او لحمه، ففي الوقت دوت اللحمه او الفراخ معاك هتنزل الدسم بتاعها فيبقى الزيت كتير قوي، فانا يعني ما بيبقاش حلو او ما بيبقاش صحي كمان كتر الدهون. تمام. بعد كده عندي البصله لما دبلت، انا طبعا عندي الفرخه بتاعتي غسلاها ومنضفاها جدا وعاملاها طبعا في المحلول بتاعنا خل وملح وقرفه، وغسلتها جدا جدا وحشت منها كل الزفاره. بعد كده هنزل بقطع الفراخ وحش طبعا ال الجلد بتاع الفراخ. في ناس طبعا مش بتحب ان هي تتخلص من جلد الفراخ، دوت حاجه اختياري براحتك انت. تمام. وتقطعوها قطع زي ما انت شايفه كده، وبعد كده هشوحها مع البصله ونزلت عليها بفصين من الثوم المهروس، وبعد كده بقى افضل اشوح فيها كده لغايه ما اشم ريحه الثوم معايا. الفرخه بتاعتي اتشوحت معايا كويس جدا اهي في البصل والثوم. بعد كده هنزل عليها بقرن فلفل سبايسي. طبعا الخطوه المهمه في المكرونه المبكبكه ديت ان هي بتبقى سبايس او بتبقى حراقه شويه. تمام. بعد كده هنزل بالبهارات بتاعتي عباره عن ملح وفلفل وكمون وبابريكا وفلفل اسمر وسبع بهارات، دي بس اللي انا حطيتهم على الفراخ. بعد كده بشوحها بقى مع البهارات كده لغايه ما اشم ريحه البهارات بتاعتي، وبعد كده هنزل عليها بمعلقتين من الصلصه وهديلها تقليبه كده مع الصلصه. بعد كده بقى يا بنات عندي نص كيلو من الطماطم او كيلو طماطم، دي حسب كميه المكرونه اللي انت هتحطيها. طبعا الطماطم انا غسلتها وعصرتها وصفتها. تمام. بعد كده بننزل بالطماطم بتاعتنا على الفراخ بتاعتنا. تمام. بديلها تقليبه كده، وبعد كده بقى بغطي عليها وبسيبها لغايه ما الفراخ بتتشرب كده من الصلصه، والصلصه بتاعتي تبدا كده تتسبك معايا والفراخ تتشرب منها. بصوا بقى ما توصل معايا للمرحله المرحله ديت ادي لها تقليبه كده كويسه. بعد كده بقى هنزل عليها بكميه الميه اللي هتناسب كميه المكرونه بتاعتك اللي انت هتستخدمها. تمام كده. بتدي لها تقليبه كويسه كده، وبعد كده بقى برضو بتغطي عليها الحله تاني لغايه ما توصل معاكي لمرحله الغليان. اول ما بتوصل معايا للمرحله ديت بنزل بكميه المكرونه بتاعتي كده. الفراخ معايا وصلت 3/4 سوا. تمام يا بنات. بعد كده بقى بنزل بالمكرونه بتاعتي على الفراخ. اول ما الميه بتغلي معانا كده والفراخ بتوصل معايا 3/4 سوا، بعد كده بقى بنقلب المكرونه مع الفراخ بالشكل دوت، وبعدين بنغطي عليها ونسيبها برضو لغايه ما تبقبق في بعضها كده وتتشرب معايا كميه المرقه اللي فيها. تمام. بصوا بقى الفراخ معايا لما المكرونه بتاعتي استوت خالص والفراخ برضو خلاص كده وصلت لمرحله السوا. بصوا بقى المكرونه ما شاء الله استوت خالص والفراخ برضو مستويه. يلا بينا بقى ننزلها في بصوا المكرونه ما شاء الله نازله كلتها مفلفله ومستويه كلتها، والفراخ طبعا مستويه معايا. لو وصلت معايا لغايه هنا اعمل لنا لايك على الفيديو واكتبي لنا كومنت حلو. طبعا الطريقه سهله جدا جدا، ولو اي واحده فيكم عايزه تعملها ولو لاول مره هتعمليها بطريقه سهله خالص وفي نفس الوقت النتيجه معاكي هتطلع ممتازه. ولو وصلت لغايه هنا اعمل لنا بقى لايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.